مساء الخير. كل عام وانتم بخير وين ما كنتوا عم تشوفونا على شاشة القناة الفضائية السورية. كل سنة بنحب نقدم لكم شغلة مختلفة، شغلة بتتكي على شيء ممكن يكون مفيد بدرجة كتير كبيرة. السنة الشيء اللي قريب منكم واللي بتقدروا توصلوا له كتير بسهولة هو الانترنت. فشغلنا السنة على الانترنت، السنة على المكشوف كل شيء عنا. يعني الأسئلة اللي رح تنسأل هلأ موجودة عندكم من 48 ساعة وبيعرفها ضيفي، وانتم عم بتجاوبوا عليها خلال 48 ساعة على موقع بوابتي دوت نت. هذا أول برنامج بعتقد بيعتمد هاي التقنية، وهي التقنية بعتقد أنه ممكن توصل لكم بسهولة قديش مهم هذا الاختراع وقديش ممكن يكون مفيد. طيب إذن هي أول حلقة، ورح تعرفوا شروط الاشتراك بالمسابقة خلال الساعة القادمة. قبل 6 أسابيع، يعني من شهر ونص تقريبا، حطينا سؤال أنه مين بتحب يكون معنا ضيف بهذا البرنامج، برنامج بيني وبينك. فكان أنه أعلى نسبة إجت لضيفتي اليوم. ضيفي بصراحة ما كنت متوقع، لأنه هي مانا ممثلة وهي كمان مانا حاضرة هلأ بالوسط، ويمكن حصولها على أعلى تصويت بخلينا بدرجة من الدرجات نتساءل أنه صحيح النسب اللي بتجيني عن طريق الانترنت، لكن أنا مضطر أني صدق، وصدقت لأنه بتستاهل، لأنه هي ضيفة بعتقد رح نقضي معها ساعة شيقة من الزمن نتعرف على جانب نفسي منها. كل الأسئلة اللي بدها تكون مقدمة أو مطروحة هي مشرف عليها علميا من الدكتورة إيمان عز، وهي أسئلة بتحدد جانب من شخصية الضيف اللي عنا، اللي مثل ما قلت اختياره عم بيتم بشكل كتير دقيق. خليني ارحب معكم بضيفتي هالة الصباغ. مرحبا هالة. مرحبا. بتصدقي انه اخذتي اعلى تصويت؟ نتائج عندك. بدي اقول شغله، انه انا كل ضيوفي اللي عم بيكونوا معي عم بيكونوا لهم علاقه بالانترنت. انت إلك علاقه منيح بالانترنت؟ انا شخصيا مو كتير. عندك موقع؟ ايه. طلعتي على الاسئله؟ مو انا عملته. لك محبين؟ عندك محبين كتير ان شاء الله. على الشاشه فيكم تشوفوا الصفحه الرئيسيه اللي من خلالها بامكانكم تفوتوا لتشاركوا بالسباق. هاي الصفحه هي صفحه بوابتي، الموقع اللي هو مخدم لهذا البرنامج، والاسئله بيتراوحوا بين ال 15 وال 20. تضغط على شارك بالمسابقه وبتصير معنا. طبعا فيك تاخذ معلومات عن الفنان، فيك تساله سؤال بالاخير، هلا في عنا اسئله في ناس كثير سالوها، وفيك تاخذ فكره عن البرنامج. وخليني بلش مشان استغل الوقت بالسؤال الاول. متفائله انت؟ بالحياه. هلا بهالساعه الجاي شوف ان شاء الله. عندي بصف- ثقه فيك. فيني انا إيه. وبنفسك. اسئلتك جداً. تحت خانه التفاؤل، هيك اختاروا لك الفريق المشرف العلمي على الاسئله. يعني وبدك هيك المفروض يكونوا لمسوا من شخصيتي. ممكن، ما بعرف. على كل الاحوال مشان نوضح اكثر، هاي الاجابات اللي راح انت تعطيها راح تتقاطع بالاخير مع اجابات كل العالم اللي دخلوا وجاوبوا. فبالاخير رح نعرف نسبه التطابق بين كل اجابات العالم، وكمان رح نعرف اول 3 كانوا اقرب تطابقا لك، وهدول ال3 من الجمعيه السوريه للمعلوماتيه رح ياخذوا 3 جوائز قيمه. جاهزه؟ ان شاء الله. للمره الثانيه. بصفه عامه تبدو الحياه لهالة الصباغ جميله. احتمالاتك دائما انت وكل الضيوف: ابدا، احيانا، غالبا، دائما. ابدا. شو فينا نجاوب؟ احيانا. غالبا، دائما. غالبا دائما. هلا يعني الحياه حلوه، الدنيا حلوه، بس ممكن يمر مع الانسان ظروف كثير ممكن تخليه احيانا يعني انه مو لدرجه التشاؤم، بس ما عاد بيشوفها حلوه. هلا يعني انا ايه أنت بشكل شو عام بتشوفيها؟ الحياه. شو بتشوفيها؟ كيف بتبدو الحياة بالنسبة لك؟ حلوه. دائما؟ لا. غالبا؟ ايه. بدك تحددي واحد. لا ابدا، دائما، غالبا، احيانا، يعني معظم الاوقات.
غالبا، فاذا غالبا غالبا حلوه. بتعرفي العالم اللي ما بدي داخلين؟ شائم العالم يعني، بس إنه الشخصيه. بتعرفي انه في كثير عالم فاتوا وجاوبوا دائما، كانوا بيشوفوكي متفائله واني بتشوفي الحياه دائما. قلت لك احيانا في مواقف عند الانسان بتتغير، مو دائما هو صاحب نفس الموقف، مو دائما نسب ولا يعني انا ما بعرف، رح نحكي. الاحساس عندي بيلعب دور كثير، النفسيه بتلعب دور باتخاذ المواقف والاراء يعني. ايه فحاليا ايه يعني غالبا الحياه حلوه دائما ابدا حسب الموقف يعني. التخلص من حاله مزاجيه سيئه بالنسبه لهالة الصباغ لا يستغرق وقتا طويلا منه. عم تسالني التخلص من حاله مزاجيه؟ ابدا، احيانا، غالبا، دائما. ايه هلا انا مزاجيه، ايه صح. ابدا، بس هي يعني مو لدرجه السوء، ما انا سيئه كثير، عرفت؟ ما بيستغرق وقت منك؟ كنت اكثر من هيك، بس هلا عم غير يعني شوي. يعني شو احيانا؟ كنت اكثر بدك تحددي هلا انا الحياه يعني انا متوازنه الامور عندي، عرفت؟ يعني لا كثير زايده كثير هيك لقدام كثير، ولا انا انه كثير يعني متشائمه لورا، عرفت شلون؟ لا زياده ولا كمان، متوازنه بالنص. شو بدي احط؟ خير الامور اوسطها. شو بدي احطها؟ على فكره انا ما بحب اتخلى عن مزاجيتي، تبسطني يعني. هي كمان يمكن شيء من التميز. يعني دائما بياخذ منك وقت طويل التخلص من حالة ما حاولت ولا مره غيرها. اعطيني احتمال. ما حاولت ولا مره انه هيك بشده يعني ادرس لانه غيرها، انه هي هيك يعني، انه انا شخصيتي هيك، هي انا. شو بقدر احط؟ تخلص من حالة مزاجية سيئة بالنسبة لهالة الصباغ لا يستغرق وقتا طويلا منها. ابدا، غالبا، دائما. دائما لا يستغرق وقت طويل حاليا بهالاوقات اللي نحن فيها. بتعدلي مزاجك ليصير مزاج متفائل هلا؟ انا متفائله، ماني متشائمه. يعني بس يكون عندك حاله مزاجيه سيئه. انا قلت لك باول سؤال انه ما بدي الناس تاخذ فكره انه انا ليش متشائمه، بالعكس الحياه حلوه يعني. شو شفت انا اذا كانت هلا ترغب بتحقيق شيء ما اجتهدت فسوف تحقق هدفها في انت مؤمنه؟ ليش؟ بعد حكيت لحالك عندي ايمان بهذا الموضوع. اذا دائما مو بس انا لحالي، اكيد دائما مو بس لحالي، كل شخص بيجتهد بيوصل. الا اذا صارت اجاباتنا يعني نموذجيه عم بتكون برايك؟ بعد ما لحقنا نجاوب يعني، كلهم 3 اسئله. ايه يعني انه دائما دائما دائما، ما قلنا دائما، مرتين دائما وواحد غالبا. يعني فايقه معي؟ ايه طبعا. يعني ما بنجتك الكرسي؟ هي حلوه. عطشانه؟ يعني بعد شوي. على كل الاحوال انا عطشان. صح. يعني نشف ريقي من اسئلتك. هلا بتعرفي انه السؤال هذا انا كثير وقفت عنده. تعتقد هالة الصباغ انها بالعمل والثقه بتستطيع تقريبا انه تفعل اي شيء؟ سؤالك هذا مثل اللي قبله. مو سؤالي هذا، سؤال فريق العمل اللي أعد. بغض النظر نفس الصفه، لا. نفس الاسلوب. فيه شيء بيفرق عند الفريق اللي عم قبله، فيه نوع من الايمان انه انا اذا بشتغل بوصل. بتعتقد يصير في نوع من الاعتقاد يعني بالثاني بالعمل والثقه. انت هون لمست شخصيتي تماما بالعمل والثقه، لانه انا بحب كون عمليه. دائما ولا ابدا؟ لا مو دائما، حسب. احيانا ببرد، يعني احيانا بحب هيك واحيانا ببرد. بس تغني تقريبا. بس تغني هلا بتحسي بالثقه ولا بالتفاؤل ولا بشو؟ التفاؤل ما بيعني لي كثير يعني بهذا الموضوع، بالعكس بحس بالثقه اكثر. الثقه بتحسي بالثقه؟ فرحه، بتحسي بالثقه بالغناء بالسعاده. بس بلوموك العالم انه ما كثير عم تحسسيهم بالثقه والتفاؤل. مين اللي لامني؟ بالعموم يعني مين العالم اللي؟ ما في واحد، ما في اسم معين، بس بيطلبوا منك انك تقولي لهم كلمه مثلا غناء. اروح لمين، اروح لمين واقول يمين ينصفني منك. اروح
لمين وأقول يا مين ينصفني منك، ينصفني منك. الله. عندما تبدأ هالة الصباغ بعمل جديد تتوقع النجاح؟ أبدا، غالبا، أحيانا، دائما. تصدق إذا قلت لك شغلة إنه أنا العمل اللي بعمله أحيانا بنتظر النتيجة اللي رح أخذها. أحيانا حاليا. وبتكوني بتعرفي النتيجة؟ أنا بعرفها لما تكون الثقة كل موجودة. الأعمال؟ شو قلت لك؟ أحيانا. عم جد ركز معي. اوكي يعني لما نقول احيانا، أحيانا لما بشتغل عمل جديد ما كثير بحاول انطر النتيجة. خلص أنا عم بشتغل وهدفي ومخي بشغلي وصوتي معي وكل شيء بهمني حاليا أنا شو عم بشتغل. هذا الحكي مهنيا ولا حتى حياتيا؟ عم نحكي مهنيا نحن. حياتيا. حياتيا بتفوتي على عمل متوقعة انه ينجح، او على علاقة، يعني ما انه بالحياة على ما في عندي خطوبة. هالعمل. على شو؟ خطوبة. اي ناجحة الحمد لله. مبروك، انت انخطبتي. شكرا. ليه خجلتي؟ ليه؟ ماشي. ابدا، احيانا، غالبا، دائما. شو كانت خطوبة؟ لما بتبدا هالة بعمل شيء جديد تتوقع النجاح الحمد لله. دائما. الحمد لله، بس يعني مو دائما بنتظر النتيجة، بس النجاح مضمون. مو دائما بنتظر، إذا مو شو؟ دائما أحياناً؟ ناطرة النتيجة. أنا احيانا. لا، أنت النتيجة اللي بسؤالك إنه تتوقع النجاح يعني أو الفشل بين. تتوقع النجاح تكوين. ابدا، احيانا، غالبا، دائما. لا، دائما. دائما تتوقعي النجاح. دائما. هذا لأنه الجواب بعرف اللي كنت حالي شو بتوقعه. بشتغل. أنا هذا بعرف الجواب. حالي شو بشتغل. وبتعرفي حالك بس تختاري كمان شريك حياتك. انت حريصه انه ما تنشري اخبارك الخاصه. على فكرة أنت شو؟ أنت حريصة إنه ما لا قبل شو قلت؟ فيك تقولي لي ما بدي احكي بموضوع لا ما في مشكلة. إيه بس شو؟ لما قلت إنه أنت بتعرفي شو تختاري أنا كان قصدي قلت لك إيه عن العمل. بس أنت يعني خففت صوتك اسمحي لي لجاوبك. بارك لي. بخطوبتي. شكرا. بارك بعمرك. وعلى أنت فكره ألف في مبروك حدا يعني. بعت لي قال لي انه بارك لها على الهوا بخطوبتها، بس لا تقول لها مشان ما تتكركب. فما قلت لك قبل الهوا، عم اقول لك هلا. بصفه عامه ترى هذا الجانب المشرق من الحياه إيه أكيد. دائما. أكيد الحمد لله دائما. دائما ترين الجانب المشرق بالحياه. هلا شو الجانب المشرق بالحياه عندك؟ لأنه الحياة وجهين يعني. هلا شو شايفه بالجانب المشرق بالحياه؟ هلا وين الجانب المشرق؟ دراستك اللي صفيتي هلا سنه ثالثه؟ إيه. ولا بحياتك ان شاء الله الاسريه اللي داخله عليها؟ إيه أكيد. ولا مهنيا اللي انت متأنية جدا؟ متأنية جدا. وين بتشوفي اكثر؟ أنا بتمنى إنه أكون ناجحة بكل شيء. بتمنى. وبتمنى إنه ما يكون في تأثير على أي شيء بحياتي. إيه بس تتوقعي انه ما يكون في تأثير وتتوقعي انك تكوني ناجحة دائما؟ بتمنى أكون ناجحة دائما، ما بتوقع. بتمنى. يعني بتقللي من حجم مشاكلك؟ دائما. إذا بدي أحط دائما مباشرة. دائما ما بتعني لي بصفة أبداً. عامة تقلل هالة من حجم مشاكلها. إيه طبعا أنا كنت أكيد. متوقع توقفي كثير عند السؤال. دائما. أحيانا لا ما رح نحن جاوبنا دائما، بس هي الأحيانا لمواقف يعني ممكن وصل هيك يعني انفعل زيادة برجع خلص يعني إنه خلص صار يعني شو بدي أرجع أعدل يعني بالموضوع ما صار وانتهى. أبدا، غالبا، أحيانا، دائما تعتقد هالة أنه الإرادة بتوجد الطريق. طبعا الإرادة تصنع المعجزات. دائما. دائما. حسيتي شي مرة أنه إرادتك لو تأخر بس يعني هذا نوع من التفاؤل هلا نحن بال- فيه بال- يعني شو اسمه؟ الإكس فاكتور. كانت إرادتك قوية، كثير، ما وصلتي لتكوني أنت. لأنه ما كان هذا الهدف.
شو كان الهدف؟ الهدف هو إطلالة جديدة، بس حكينا فيها قبل مرة. بس كان هدفك إطلالة جديدة؟ إطلالة جديدة، إطلالة جديدة. وحسيتي إنه قدم لك شيء هالبرنامج؟ بالبرنامج أثناء البرنامج هلا لما صرت أنت ضمن الموضوع صار تلعب عندك مشاعر تانية، إنه صرت بدك أنت توصل وبدك تنجح وبدك، بس كنت دائما متوقعة إنه لا ما رح وصل، يعني لأنه أنا ما حطيت هيك شيء ببالي، ما حطيت يعني من قلبي ما حطيت، من جوا ما حطيت هيك شيء. ليش؟ لأنه ما يعني مو اللقب هذا اللي بقيم، مو هذا اللقب، بعمرها الألقاب ما قيمت ولا عطت صفة. بتحبي تلعبي؟ ايه طبعا. لا تلعبي هيك؟ أكيد. عندك لعبات؟ ألعاب. 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 شو يعني ألعاب؟ ألعاب يعني مثل؟ خطة. خوط. خوط. هاي شو اللي بيرسموها على الأرض؟ على الأرض وبينطوا بالأجر ايه. هيك؟ ايه. هاي لعبة عندك إياها ولا هي لعبة بتلعبيها؟ لا بحبها. تستمتعي؟ بحبها، ما بلعبها لا يعني أحيانا. في سؤال عندي بيقول لما بتروح لحفلة ما تتوقع الاستمتاع. ما بعرف إذا الأسئلة عم تشوفوهم كمان على الشاشة، بدي أذكر كل اللي عم بيشوفونا هاي الأسئلة فيكم تجاوبوا عليها خلال 48 ساعة قبل الحلقة، لأنه نحن يوم يوم لا، سبت اثنين أربعاء، مشان بالأخير نشوف حجم التطابق مع إجابة ضيفنا، وأكثر 3 متطابقين يكون لهم جوائز قيمة من الجمعية السورية المعلوماتية. تتوقع الاستمتاع؟ أبدا، أحيانا، غالبا، دائما، هلا. بس تروح على بس روح احضر حفل، بس أنا روح احضر حفلة. مم. يعني مو إنه طبعا مشاركة. مو أنت تكوني موجودة فيها. أوكي. كثير قليل لروح احضر حفلات. كثير يعني ما وبس كتير. تروحي؟ بس روح انا يعني انا بصنع هي السعاده، انا بعملها يعني غالبا تتوقعي الاستمتاع؟ غالبا. ايه يعني انا بعمل سعادتي. انا ما عم بوحي لك بالاجابه، انا بدي منك هن إجابة. خيارات انت طالب مني جاوب. ايه انه انا بصنع هي السعاده، انا بنبسط، والشخص اللي بيكون معك كمان له تاثير. غالبا رفيق يعني له تاثير. غالبا أم، يعني بتروح عندما لما بتروح هلا لحفله ايه بتتوقع؟ غالبا غالبا كونه انا ما انت كثير بتحبي تروحي يعني. لحالك ولا يكون معك حدا؟ لا ما بروح لحالي. ما بروح لحالي لا. مين بتحبي يكون معك؟ عائلتي، حدا من عائلتك؟ سعادتي معهم. ايه كثير يعنوا لي كثير، وهلا اهم شيء بحياتي. وهلا بعد الخطوه الجديده بالحياه عائلتي، جاوبتك عائلتي. ما بدي ارجع اعيد على الخطوبه يعني، بس انه ايه لازم يكون معك خطيبك دائما. خطيبي مسافر. كنت بتتمنى يكون موجود؟ ايه على فكره هو عم بيشوفنا هلا، ما هيك؟ بيتفائل اذا سمع منك شيء. تقولي له الظروف بتحسن مستمر دائما، غالبا، احيانا. هو بيعرف. انت برايك الظروف بتحسن مستمر؟ انا امجد انا كثير صريحه. ايه بقى انا حاسس الظروف بتحسيها بتحسن مستمر دائما، ابدا، ابدا، احيانا، غالبا. ما بدي اعطي هذا الطابع التشاؤمي ابدا. غالبا، احيانا، دائما. دائما الظروف بتحسن مستمر، احيانا ظروف بتحسن. ما هي كلمة مستمر عاملة إشكالية بالموضوع. انا بدي اياها لكلمة عرفت مستمر. كيف؟ انت شو رايك؟ أنت بدك إياها تكون طبعا مستمر؟ انا مصمم على كلمه مستمر. انت بتشوفي انه الظروف بتحسن مستمر؟ ابدا. في عراقيل. اذا احيانا بتحسن مستمر. خلينا نتفائل بصوتك. بس أنا دائما عندي هذا الإصرار والتحدي. خلينا نتفائل بصوتك بغنية مو بس للمشاهدين، خليها تكون موجهة لرانا. يا الله. ليش طيب؟ هلا كثير خليكي مسترخية وعم تتمرجحي.
لا رح تثبت بعد شوي، ما عاد رح تتحرك لانه بدي خشب. قولي لي. طب لا أما ما بدك؟ بعتذر. طيب انا بدي سمعك شيء تتفائلي. يا ريت. لا انا متفائله. طب بس قل لك. وتسمعني شيء. طب بس قل لك. انا متفائله. بس قل لك هلا انه تذكري شغله تخليكي متفائله 100%. شو هيك من تاريخك الماضي؟ خليني متفائله بحياتي قبل السؤال بالمجال الفني. ايه بتفائل كثير وبنبسط وسعاده، مو بس انا، يعني هذا الشيء اللي كنت بدك ياني غنيه لرامي. ايه ايه هو خلص بيسمعوا لحاله. هي ايطاليا. ايطاليا بتعني لي كثير. الغنيه اللي غنيتيها انت وصغير. قبل ما تعطيني جوابك على تتوقع هلا ان تحقق معظم الاشياء التي تريدها بالحياه، خلينا نشوف ونفائلها متفائل وخليها هي مقطع بيذكرنا بهالة اللي حبيناها أول شيء. بنرجع لنكمل بيني وبينكم. Anche di una madrina magica e infatti con la nostra Hala Sabag madrina sarà la zingara, e cioè Cloris Brosca. Buonasera a tutti. Allora innanzitutto scusa, perché Ala, dunque tu hai 9 anni, vieni appunto dalla Siria e ormai è qui in Italia da 2 settimane. Come ha fatto per la scuola in queste 2 settimane? Perde 2 settimane di scuola? شو عملتي مشان المدرسة؟ وقت اللي اجيتي لإيطاليا شو عملتي مشان المدرسة؟ حتى ما اروح دروس على حالي، عوضتهم جبت كتبي معي كلنا. Ecco, capito? تعلمت هون. Ecco, giusto? Che ha detto? Ha preso i suoi libri con sé, i suoi quaderni, per non perdere. E si è portato tutto quanto che Bologna per studiare, pensa che brava! Senti. أنو قصة بتحبيها أكثر شيء؟ ليلى والذئب وسندريلا. Cappuccetto rosso e Cenerentola. Allora, 10! 10! Sono 2, 4, 6, 8, 10. Allora, 8-10, 8-10. Una settimana, quindi una capitolo. Lasciamo Hala. Sarà Hala a mandare. 10 أخذتي. بدي أعطيكي 10 على 10 بعد ما تغني. شو؟ سألتك حبيبي لوين رايحين، خلينا تسبقنا سنين. سألتك حبيبي لوين رايحين، خلينا تسبقنا سنين. إذا كنا عطول التقينا عطول، ليش منتلبك خايفين. حلو كثير صوتك، مو بس أنا بقول لك، كل العالم يشوفونا هلا بيقولوا لك هيك. وتأخرتي علينا بأغانيك الخاصة. وأنا بعرف لولا العلاقة الصداقة اللي بتربطنا يمكن صحيح أخذتي على تصويت، بس يمكن كنت اعتذرتي عن اللقاء لأنه ما عم تطلعي باللقاءات. ليش؟ ما بحب أعمل لقاءات، ما كتير هاويت يعني. ما عندك شيء تقولي؟ لما سألتني قلت لك هذا الموضوع، قلت لك لأنه ما عندي شيء يعني أحكي. شو بدي أطلع سألتك أحكي بينك يعني. وبيني. إيه طبعا. ما هو بيني وبينك غير هلا، بيني وبينك وبينك وبين اللي بيحبوكي. إيه جاوبتك، قلت لك إنه أنا ما عندي شيء هلا أحكيه، يعني ليش بدي أطلع؟ أنا عندي. الإطلالات الكثيرة ما بحبها. ما بس بحب أفرض حالي على حدا. بس عندك شيء تقوليه هلا من هلا؟ خلال هالأسئلة. نعرف قديش وافقت متفائل. لأنه نظام برنامجك غير أي برنامج تاني، وأنا هذا الشيء جديد لإلي ورغبتك. شكرا هلا. بتتوقع هلا بتحقق معظم الأشياء اللي بتريدها بالحياة، أحيانا أبدا غالبا دائما. إيه إن شاء الله. عندي تفاؤل بهذا الموضوع. شو يعني؟ يعني أنا طالبة، في عندي أمور 3 طالبتها،
ومتمنيه انه تصير يعني، بس دائما متعبه جدا يعني لتصير. شو بدنا نقول دائما؟ بتمنى اذا ما صارت يعني ما عندي مشكله، بيكفيني واحد منها هو الاساسي عندي. فهمت. دائما دائما. اذا دائما تتوقع حالها تحقق معظم الاشياء اللي بتريدها بالحياه. هذا الشيء كثير بيفائلنا على كل احد. بتوقع كثير على اجابت نفس الاجابه. تثق هالة الصباغ عاده بان الامور تسير حسنا. عندك يعني ثقه مثل بانه تسير حسنا. يعني مثل سؤال انه الظروف في تحسن دائم ومستمر. رجعنا بس في لنفس فرق الفكره. انه عندك لنفس ثقه. الفكره. ما هو حكينا من اول سؤال على الثقه يعني. تثق هذا الامور في تحسن الامور غالباً. تسير حسنا. ايه الحمد لله يعني منيحة. غالبا دائما الحمد ابدا لله. احيانا. غالبا. إمتى بإرادتي ها؟ شلون؟ بإرادتي. هذا هو المطلوب. يعني مو الجواب بإرادتي، الأمور تسير حسنا بإرادتي أنا اللي بتحسن بخليها مستمر. هيك. امتى حسيتي انه انا يئست خلص ما بقى بدي؟ لا أنا ولا مرة يأست. ولا مره. لا الحمد لله. اللي عنده إيمان ما بيوصل لهالمرحلة. من شو اللي بده يخليني يعني أوصل لهالدرجة؟ إيمانك بنفسك هذا؟ إيماني برب العالمين. بس ما بآمن بحالي، لا أثق في نفسي بس ما بآمن. إيمان. عندك طقوسك الخاصة بتعمليها؟ سر؟ لا عادي، مو سر يعني. ما عندي أسرار بحياتي أمجد، ما في. أنا إنسانة واضحة كتير، طبيعية كتير، وما بحب أحكي بهذا الأسلوب، بس أنا كتير عفوية يعني. ما وصلت لدرجة إنه تكون هالأمور سر عندي. بس ما بتمنى يعني إنها تنكشف أو تنعرف أو حدا يشاركني فيها. فبتخلي. ما بحب أتخلى عنها. ما بحب حدا في طيف معين، ما بحب حدا يدخله يفوته يخترقه يعني. في هالة حول هالة هي نفسها ما بتحب حدا يخترقها، بس رح يخترقوها هو بس يعرفوا إجابتك. ببعض الأحيان بتكون روح هالة المعنوية منخفضة، لكن سرعان ما تعود إلى حالتها الطبيعية. طبعا. أبدا، أحيانا، غالبا، دائما بالإيمان. بس تكون روحك المعنوية دائما بسرعة بترجع لحالتها الطبيعية. طبعا. ايه بسرعة، بتتذكري مو شيء؟ معناها بسرعة يعني سرعة ثواني بالبرق يعني. لا أكيد لا، تاخذ أيام وفترة. بس أنا ماني من الناس المتشائمين أبدا. نظرتي دائما حلوة للأشخاص اللي حواليك نظرتك جيدة؟ حذرة كثير. كان في مطبات كثير بحياتك يعني من أشخاص؟ الحمد لله. الحمد لله. أثروا فيك؟ عم نحكي شيء أول مرة العالم بيعرفوه. ما هو هي برنامجنا، بيني وبينك الحديث، ما حدا أبدا، ما حدا غريب. النتيجة بالأخير تعطينا دلائل معينة. شو المطلوب؟ تعتقد هالة الصباغ أنه أي شخص يعمل بجد واجتهاد يجد فرصة طيبة للنجاح؟ بس عندنا 6 أسئلة غير السؤال. هذا رقم 14. مشكلة إنه هي العراقيل اللي بتطلع يعني بتخليك إنه هي اللي أحيانا بتخفف من عزيمة الإنسان يعني، وبتخليه يحبط يعني. ما عاد عنده هذا الاندفاع القوي يعني. هي بعض العراقيل والظروف اللي حكينا عنها. بس هو بشكل عام أي شخص بيجتهد بيوصل. دائما؟ ما فيك أنت تعمل هيك وبدي يعني دائما اشتغل. تعتقدي أنه بالجهد والاجتهاد طبعا. دائما. مع أنه على فكرة أنا ما بخلى بهذا الموضوع. هي شيء سيء وأنا ما بخلى منه. أنا ماني مثالية. يبدو في نقطة ما عم نوصل فيها لبعض. هلا أنت بتعتقدي إنه أي شخص بيجتهد وبيعمل بجهد بيلاقي فرصة طيبة بنجاح بإنه ينجح؟ أبدا، غالبا، دائما. أنت بدك يعني جاوبك ضمن ال4 خيارات بس. و4 خيارات ما بحبوا هذا نظام الأتمتة تبع الجامعة. ما بحبه. ما لغوا لكم إياه؟ يعني لا عم بيطلعوا فصل يعني. بس ما بحب إني أنا يعني أنت عم بتقيدني بأجوبة 4 خيارات. أنا ما بحب أتقيد لا بالأسئلة ولا بالأجوبة ولا بالحياة. أنا بعتبر بحب دائما أكون هيك حرة منطلقة يعني. بعتبر دائما هذا شيء تفاؤلي بكل الأحوال. عم قل
لك انه التفاؤل موجود دائما يعني، فشي طبيعي اي شخص بيتعب بيوصل. انت تعبتي بس اسا لهلا ما وصلتي، لكن عندك ثقه. ما وصلت لانه انا ما بدي اوصل، ما وصلت لانه انا ما بدي اوصل هلا. الظروف لا تسمح انه انا اوصل هلا، يعني ما في ظروف مناسبه لاوصل. على كل عندي السؤال 15 انا تعبت، فلازم اقعد شوي معلش. انا ما تعبت لانك مسترخيه بالمرجوح، وانا ما بيسوى اكون بمرجوحه. ليكي بس تسترخي وين بتقعدي بالبيت؟ غرفتي، مملكتي، حبيبتي. تقفلي الباب؟ لا، لانه ما عندي اسرار. تتصلي؟ تتصلي مع اشخاص بيريحوكي بيخلوكي متفائله وسعيده؟ احيانا. بصير معك انتكاسات؟ واحيانا نفس الاشخاص ما برغب احكي معهم. اللي بيكونوا عم بيفائلوكي ما بترغبي تحكي معهم. لانه عندهم احيانا بعض القساوه اللي بيفكروا انه فيها رح يخلوني اكون متفائله، فانا بتجنب الحديث معهم لانه بعرف حالي كيف بتفائل. هلا بتصير عندك انتكاسات بالحياه، ما هيك؟ اكيد كل شخص، مو بس انا. بتتجاهليها؟ عاده بتتجاهليها؟ ايه. طيب سؤالي، الانتكاسات عاده السياره بتتجاهلها؟ ما بتوقف عند المطب، نط عنه. بتتجاهليها دائما وابدا، غالبا ولا احيانا؟ انتكاسات ما بتعني انه فشل، يعني انتكاسات هي نفسها العراقيل، هي نفسها حجر عثره يعني يعني دائما انت بتتجاوزيها ببساطه؟ دائما حسب الموقف. ببساطه؟ لا مو ببساطه، بس حسب الموقف. في مواقف بتفرض عليك انك انت يعني تكون هيك، يعني بمعنى انه يغض نظر عن هالامور اللي عم بتصير. اذا رح افترض ما غالبا، رح احكي كلمه ثانيه، بس انه يغض نظر، يدير انه ظهره ما ينتبه يعني، او يعمل حاله مو شايف. يعني رح افترض غالبا. ايه يعني حسب الموقف، حسب الموقف، حسب الانتكاسه. هذا عم بحكي، حسب الموقف، حسب الانتكاسه، حسب نوعيه هي الانتكاسه. ممكن تكون بسيطه يعني، ولو كانت كبيره بموقف انت على ثقه انك رح توصل مثلا للشيء اللي بدك اياه، فما في مشكله، بتجنبها، ببعد عنها، بدير انا الامور كلها، ما بعمل حالي ما سمعت ما شفت ما. هلا انت بعمر الانتكاسات بالنسبه لك يمكن لها مواصفات خاصه فهي ولا بتشبه بسيطة كل كتير. انتكاسات العالم؟ العمر بيلعب دور، والصفه بالحياه بتلعب دور. يعني انا وضعي بانه ما اكون انسانه عاديه او شخص عادي، يعني يمكن لانه تحت الاضواء مثلا، هذا اللي بيخليك انه انت ما يعني احيانا تكون صعبه هي الانتكاسات شوي. انت من سن صغيره صرتي تحت الاضواء، صاروا العالم يأشروا ايه. عليك. لهلا بتعيشي هاي الحاله او بتحسيها؟ بحسه، عيشها او بحسها، في فرق بين اثنينها. بتحسيها ما بتعيشيها؟ انت اختاري، قولي لي مثلا بحسها ما بعيشها، بعيشها وبحسها. في ناس بيمشوا بالطريق بحس انه دائما حواليهم في كاميرا عم تلحقهم. حسب العاده، ضمن البيئه اللي انا فيها خلص تعودت. وهذا السبب اللي بيخليني يعني احكي لك ليش جاوبتك انه انا ما بحب روح لحالي على حفله. اللي بحب دائما يكون حدا معي. عائلتي انا بكبر فيهم وبقوى فيهم. عائلتي يعني بابا وماما، خطيبي، اخواتي، هدول عائلتي يعني. حطيتي خطيبك قبل اخواتك؟ اخواتي ما عندي اغلى منهم بالدنيا كلها، ما عندي اغلى منهم. خطيبي كمان. ما عاد نحكي بهذا الموضوع. تعتقد هلا بصفه عامه، انا ما عم بحكي بصفه عامه انه الامور تنتهي على ما يرام؟ قبل ما نقفل بهذا الجانب اللي قلتي ما نحكي فيه، انت رتبتي ابي امي خطيبي اخواتي، بتحبي ترتبيهم ولا هذا مو على الترتيب؟ لا هذا ما له ترتيب، هذا باكج كامل. انا انه عائلتي يعني انا لانه لفصل يعني شو عائلتي، مشان لانه انت قلت لي انه عائلتك طب وخطيبك صح؟ صار من عائلتك، هذا شيء كثير رائع. بس
تعتقد هلا بصفة عامة انه الامور تنتهي على ما يرام؟ هذا السؤال يمكن بلخص كل شيء. ابدا، احيانا، غالبا، دائما. ايه كل شيء تمام. دائما كل شيء تمام. مهما صار كل شيء تمام. عم تحلمي بشيء كبير وحاسة انه رح يصير قريبا؟ بتقولي؟ بحلم ايه دائما يعني عندي. ممكن تقولي لنا اياه؟ عندي دائما الاحلام، احلام حلوه يعني بحلم ايه. يعني تنظري الى الغد على انه سيكون سعيدا دائما؟ الحمد لله ايه دائما ايه الحمد لله. انا بعتقد انه ما في داعي نتصل مع الدكتوره ايمان، لانه واضح من نتيجه الاختبار انك كثير متفائله. بعرف اذا بدك يعني او بتحبي تضل الموضوع بيني ان وبينك. شاء الله اكون هيك. تؤمن هالة ان بعد العسر يسرا؟ اكيد دائما. تؤمن دائما. دائما الحمد لله. الحمد لله ايه. امتى حسيتي انه هذا الاحتمال ما زابط معي؟ امتى حسيت؟ امتى توقعتي انه بعد العسر يسر وما صار؟ لا صار الحمد لله. دائما بصير انه بعد إيه، العسر الحمد يسر؟ لله. ما تحسي عندي انه كل شغله لازم لتكون ناجحه يكون في لها مخاض وفي لها صعوبه؟ بدي احكي بعد انه ما في شيء بيجي بالسهل. ما في شيء سهل اساسا، ما في شيء سهل، ما في شيء بسيط يعني. كل شيء بده تعب، كل شيء بده اجتهاد، بده انه تتعب عليه. بس ممكن يكون انا هلا من الاشخاص اللي مريحين يعني ماشي حياتهم بوتيره واحده وبشيء في شيء واحد يعني. ما بيزعجك انه ماشي حياتك بوتيره واحده؟ مو هي هيك، انا اللي عملتها هيك. ليه؟ انا هيك بدي، هي رغبتي. والنجوميه ما والنجاح؟ عندي مشكله لانه هذا الموضوع بتجي لحالها يعني. هاي الامور بتجي لحالها. وعندك ثقه انه جاي لحالها؟ بتجي لحالها اذا انا بدي، بتجي لحالها. انت بدك ولا لا؟ لهلا جواب عندي. ليكي بيرجعني هذا السؤال اللي هو قبل الاخير للاخرين ولعلاقتك بالاخرين. في اشخاص بتشوفيهم سوداويين او ما بتشوفي فيهم ولا جانب مشرق اطلاقا، لكن السؤال بيطلب منك تحديد. مهما كان الانسان سوداويا بتشوف هاله انه أكيد. عنده جانب مشرق واحد ما في على حدا الاقل. ما في حدا سيء دائما. ايه دائما الاشخاص في عندهم ولو نقطه واحده ايجابيه. تستثمريها؟ اذا كان الشخص بيعني لي ايه انا بتعب له عليها لطلعها منه يعني. حتى ما اهرب منه، عرفت؟ واذا ما طلعت؟ لانه انا ما بحب اتعامل مع شخص متشائم، شخص نظرته للحياه سوداء. بتعبني، ما بحب هاي النوعيه من الاشخاص، ما فيني اتعامل معهم. فاذا شفت شيء حلو بهذا الانسان يعني انا بحاول هيك طلع شيء منه يعني، بحاول دعم له اياه وعرفه عليه. هذا السؤال اللي بدي اسالك اياه ما دخله بالسؤال الاخير، بس في اشخاص او بالاحرى هو توريطه للسؤال الاخير. في اشخاص شفتيهم وحسيتي انه ما في منهم امل، اكيد هدول الاشخاص مستحيل يكون بيني وبينهم شيء؟ لا ابدا. ما قطعتي علاقتك أنا بحياتك مع حدا؟ بدي اقول لك لا بلا. كيف عم تحكي انه نحن ما وصلنا ل شو سميتها انه نقطة التقاء يعني، وانا اللي بدي احكيه عم تحكيه لحالك. انا بس بدي اقول لك انه انت حكيت يعني انه ما قطعتي علاقتك بحدا، بس انا علاقتي سطحية مع معظم العالم باستثناء الدائرة اللي حكيتي عنها القريبة جدا. قريبة جدا. وهن بيعرفوا حالهم على فكرة، كل شخص بيعرف حاله، بيعرفوا. فتي بأعمال ندمتي عليها؟ لا أبدا. الحمد لله. لا ما بندم على شيء انا. لا الحمد لله. اعمال فنيه يعني. طبعا. لا الحمد لله ما في شيء. انه ما حسيت في شيء اي عمل انه فشل، ما حسيت هيك، ما لمست هيك يعني. ولو انه يكون عملي خسر او فشل او هيك فهذا ما انه شيء سيء، حلو، لازم، مطلوب يعني، مطلوب بالحياه يكون في هيك شيء. يعني تؤمن هالة الصباغ أن لابد أن تجد صفة طيبة بكل شخص مهما بدا سيء؟ دائما. دائما. روح دائما. خلصوا الأسئلة، هلا بده يعطينا بهاي الكبسة
قديش في عالم تطابقوا معك بالاجابه، وبدنا ناخذ من ثلاثه. قبل منا انت خضعتي شي مره، عملتي اختبارات هيك عن طريق الانترنت ولا كذا مع العالم؟ لا. يعني عند دكتور او كذا او شيء؟ لا، يعني انه انا خضعت للاختبار لاعرف مثلا مستوى كذا او مستوى التفاؤل او مستوى الذكاء او مستوى. لا والله ما عملتها، لا. بس كان في ببالي هيك شيء، انا بحب هاي الامور. اجى لحاله هذا الشيء. ايه. هلا دائما نتائج الاختبار هي بتخوف صراحه. باخر وقت دائما بقول لضيفي او بدي اقول لضيفي انت حر، بتحب تاخذ نتائج الاختبار على الهواء، يعني نجري اتصال مع الدكتوره ايمان اللي هي عم بتشوفنا وعم بتسجل النتائج وبتقلنا نتائج اختبار التفاؤل الخاص ب هالة الصباغ هو كذا، او فيك تقولي لا خليه بيني وبينك وبناخذه لحالنا. لا اقول لك شغله، انا المواقف عندي قابله لاي رده فعل. مو دائما انا باخذ نفس رده الفعل، مو دائما بعملها نفسها. انا ممكن اليوم يكون حالتي النفسيه شيء، بكره شيء ثاني، بعد بكره متفائله اكثر، اللي بعده تعبانه. يعني مثلي مثل اي انسان، عمل نفس الموقف يوميا بتشوفني مره مليت منه، مره ضجرت، مره يا سلام شو حلو، مره بتفاجئ. وانا من الاشخاص اللي ما بينبهروا بشيء، ما بتاخذ باي شيء، عادي كل الامور يعني حلوه وبنبسط فيها. نحكي مع الدكتوره يعني اللي بدك اياه انت ولا بيني وبينك بتخليه؟ لا ما في، هو اساسا مو بيني وبينك يعني عادي. لا ممكن اعطيك نتيجه بيني وبينك لحالنا. لا عادي ما في مشكله. بدنا نحكي مع الدكتوره بس بالعكس قبل انا منا بتمنى، بحب اعرف يعني. ممكن هلا الدكتوره اللي عم والله لا بتتابعنا تابعنا. تعطينا النتيجه، وانا كبست على النتيجه لشوف قديش في متطابقين، وبرجع بقول خلال 48 ساعه فيكم تفوتوا مشان تعرفوا النتيجه بالنسبه او تصوتوا لحتى تشاركوا بهاي الاسئله تجاوبوا عليها عوضا عن هاله مشان تعرفوا نتائج بالنهايه. وهي النتائج النهائيه بصراحه بدها من خلال يعني ثلاثه ياخذوا جوائز من الجمعيه السوريه المعلوماتيه. على فكره عندي رقم كثير المفروض انه ثلاثه. لا الثلاثه الاوائل هلا بيعطون يعني نعرف اسمائهم بعد شوي، لكن هلا طلع عندي رسم بياني فيك تشوفيه على الشاشه. هذا الرسم البياني بيوضح لي قديش في تطابق. ماشي حلو. بس يكون حلو بس يكون نسبة. الدكتوره جاهزه يقولوا لي 51% من المشاركين تجاوزت نسبه تطابقهم 25% معك. حلو. تخيلي. وعندنا 18% تجاوزت نسبه تطابقهم 1%. هلا في عندنا 25% تجاوزت نسبه تطابقهم 50%. يعني انت اعلى نسبه تطابق كانت عندك هو هي ال 25%، لكن نسبه التطابق الاكبر هي ال 50%، كانوا 25%. ومن المشتركين اللي ما كان عندهم مطابقه ابدا هن 6% بس. العالم تعرفك منيح شكلهم لانه انا واضحه او محبينك. عم بيقولوا لي انه نحن الساعه 10 على فكره بس اليوم، وانت حاله استثنائيه حطينا الاسئله على الويب سايت، حطيناهم على بوابتي .net اللي هو الموقع المقدم لهذا البرنامج اللي كل يوم فيكم تفوتوا لحتى تعرفوا من هو الضيف وتشاركوا لتربحوا وحده من الجوائز الثلاثه اللي مقدمه من لاول مره من جهه مخدمه للانترنت بسوريا. من الساعه 10 لهلا للساعه 10 وقت البرنامج، بتعرفي كم شخص صار فايت؟ عم بيقولوا لي 4300 شخص. تخيلي. هدول كلهم بيحبوك. الحمد لله. وهذا دليل انه الحمد لله الحمد اتت ثمارها الجمعيه السوريه المعلوماتيه. خليني اقول اسماء الثلاثه اللي اكثر نسب تطابق فيكم تشوفون على الشاشه بعد الكبسه. وعد ديب عواز من الكويت، ديما عبد الرحمن من سوريا، محمد عمرو باسل غيبه من سوريا بالترتيب. يعني وعد ديب مبروك. عواز من الكويت، شاشه LCD. وما بدي اقول عن كل الجوائز بصراحه. في اكسترنال هارد اكسترنال بدهم ياخذوه كمان، وفي كمان اشتراكات مجانيه لمحمد عمر باسل. هدول الثلاثه اخذوا جوائز. بتحبي تقولي لهم شيء؟ مبروك. ايه طبعا مبروك وشكرا. انا خلص بكون الاختبار مبسوطه انا تبعي. بهيك شيء. انا خلص الاختبار، ضل النتيجه. دكتوره ايمان، ايوه حضرتك على الهواء، يسعد مساكي، كل عام وانت بخير.
وانت بألف خير، يسعد مساك يا هلا. شفتي الحلقه وبدي بتلخيص سريع نتائج الاختبار اللي رضت هلا انه نقوله على الهواء. رضيت. نعم. قد ايه النتيجة كانت بالأخير المجموع العام؟ ان المجموع العام كان عندي اكثر من يعني ال 50% كان اسمه 25% اللي متطابقين بشكل كثير كبير. الحصول على الدرجة قد ايه كان؟ اكيد ما جمعتهم، لازم تكوني حضرتك جمعتيهم دكتوره. ما بينوا لأنه كان في شيء ما ضبط معي. ما وضع عندك بشكل عام. شو بتقدري تعطينا؟ طيب هلا بس أول شيء مساء الخير هلا. مساء النور دكتورة، يا هلا. تفضلي دكتورة. قلت لك مساء النور. بالضبط. يسعد مساك. بالنسبة للأسئلة بتصور أعطيتك كثير صورة طيبة على موضوع التفاعل بالنسبة لك، بس كان في بعض النقاط اللي أنا وقفت عندها بشكل كثير كبير. يمكن كان طبيعي بالنسبة لعمرك، بالنسبة للمرحلة العمرية اللي أنت موجودة فيها، إنك تعطي إجابات بهذا الشكل. بعض الأحيان الشخص المتأني وهو عم بيتابع يمكن يلاقي بعض التناقضات بالإجابات اللي أنت عم تعطيها. التفاؤل اللي موجود هو تفاؤل بالمجمل إيجابي، ولكن في بعض النقاط غير قادرة على أنك تحدديها بشكل صحيح تماما. يمكن لأنه بعدك هلا أنت بمرحلة الشخص المستهلك أكثر ما يكون شخص منتج بالمعنى الدقيق الكلمة. فأنت كطالبة كشخص ما زال بكنف أسرة عم بيتلقى أكثر ما أنه يعطي. هاي نقطة كثير مهمة. بس حابة كثير أكد على شغلة، إنه التفاعل موجود بالمجمل، سواء كان عندك أو عند أي حدا ثاني. مثل التشاؤم بيأثر كثير على سلوكاتنا، بيأثر كثير على خياراتنا. بالنقاط على سبيل المثال اللي أنت ذكرتيها، إنه إيمانك بالله كثير كبير، وهو من الأشياء اللي كثير بتساعدك لأنك تاخذي قرارك وتكوني متفائلة بشكل كثير جيد. بعد شوي تعطي إجابة ثانية، إنك أنت ما بتآمني كثير بحالك، أو ما بتعطي إيمان بحالك بقدراتك، بقدر ما تسلمي الأمر لوجه الله تعالى مثل ما ذكرتي. في 3-4 أسئلة كان لها علاقة بقدرة الشخص، وكنت كثير عم تعطي إجابة إنه لا، أنت بتعتمدي فيها على قرارك أنت، على اختيارك أنت، على تفاؤلك، على جهدك. هذول الإجابتين قد يبدو بشكل ما إنه هن متناقضتين، بس واقع الحال لا، هو ما في تناقض، وإنما تسليم بأمرين. عم تعطي ما لله الله وما لقيصر لقيصر. هذا أمر كثير طيب، يعني عم تقدري تحددي تماما الشيء اللي انت بتقدري عليه، وين هي قدراتك اللي بتشتغلي عليها، وين الاشياء الثانيه اللي بدك تسلمي بانه غير قادره على التدخل فيها. وهذه نقطه كثير طيبه بالمجمل. بس بعتقد انه موضوع العلاقه السطحيه اللي ذكرتيها، ما تدخلي بعلاقات معمقه، وانما تدخلي بعلاقات سطحيه. هذا يمكن اذا عمقتي شوي علاقاتك اكثر يمكن يخفف شوي من حده التفاؤل اللي موجوده عندك، لانه اولا واخيرا نحن عم نتعامل مع ناس، هؤلاء الناس لهم حاجاتهم ولهم مصالحهم اللي يمكن تعرضنا كثير، وهذا ممكن يخلينا نشوف العقبات اللي انت ذكرتيها بشكل مختلف عن الشيء اللي ذكرتيه. دكتورة إيمان، بالمجمل بقول انه الشيء اللي ذكرتيه كثير طيب. ان كانت فعلا اجاباتك عم بتعبر عنك كما ذكرتيها فهذا كثير شيء طيب. دكتورة إيمان، ايوه شكرا كثير لحضرتك، بتمنى تكوني معنا دائما بكل حلقه، وانت رح تكوني معنا دائما بكل حلقه ناخذ راي الضيف بانه يكون معنا ويكون نتائج الاختبار اللي كان بالنسبه له. وحضرتك عم تختاري، حضرتك المشرف العلمي على الاسئله كلها، على الاختبارات كلها، عم تختاري حتى للضيوف اللي عم نختارهم الاختبارات المناسبه لشخصيتهم، واخترتي لهالة التفاؤل. انت مبسوطه بهذا الاختيار هالة؟ يعطيك العافيه. اكيد. وبالنتائج اللي انقالت؟ هي انا. إذا شكرا دكتورة إيمان عز، رئيسة قسم التقويم والقياس بكلية التربية بجامعة دمشق، اللي بتكون معنا واللي هي المشرف العلمي على مجمل الأسئلة. برجع بورجيكم أسماء اللي فازوا قبل ما أختم مع هالة، اللي هن وعد ديب عواز من الكويت، ديما عبد الرحمن من سوريا، محمد عمرو باسل غيبة من سوريا. دول فازوا بالثلاث جوائز المقدمين من الجمعية السورية المعلوماتية خلال 48 ساعة باستثناء خميس جمعة، لأنه نحن نطلع سبت اثنين أربعاء. فيكم تفوتوا يعني يوم إضافي على موقع بوابتي .net مشان تشاركوا بالمسابقة، تشاركوا بالإجابة. متوقعين إجابة ضيفي المقبل. ضيفي المقبل رح يكون، قول هلأ ولا بعد ما نسمع الغنية مني؟ بدك تسمع غنية مني؟ إيه، بدي أختم بصوتك، لأنه عندي مادة سجلتها من الشارع، حسيت إنه ما لها
هلا ما لها داعي، فقررت اني غير التكنيك واسمع منك شيء غنائي. شو بدك تسمع؟ انا بحب فيروز كثير. بس انت بتحبي اسمهان. اكيد بحب فيروز كثير. اوكي انا جاهز اسمع منك اي شيء، او حتى شيء خاص. شيء خاص يعني هلا اكيد ماني انه بوارد غنيها، بس العالم بلشوا يسمعوها، يعني هي شارت مسلسل الهروب. الحان الفنان رضوان نصري. شو بدنا نغني؟ منقول مقطع منها. ما حفظتها. بدك تنسحبي؟ لا مو انه انسحب عادي. من الغنية الأخيرة؟ ايه بدك تقولي ما بدي غني؟ ما بدي غني. على فكرة هذا الحرج يمكن بيؤدي لأنه نطول لحتى نسمع منك أغنية خاصة. هلا لا ما دخل. لا أنا مبسوط كثير لأنه كنت معك بأول حلقة بأخطائها وبأشياء الجميلة اللي كانت فيها، وبتمنى ما تترددي أبدا بأنك تكوني بأي لقاء تلفزيوني. شكرا. لا يوم السبت انتظروا، فوتوا شاركوا على بواتي.net لتتطابقوا بإجاباتكم مع الفنان الموهوب بأكثر من مجال رافي وهبي. فلهذاك الوقت أنا بانتظاركم، وبدي أشكر هلا وأقول لكم باي باي. شكرا. شكرا يا هلا. شكرا.